قدرت مصادر برلمانية جزائرية مداخل البلاد النفطية منذ استقلالها بأكثر من تريليون دولار. السلام عليكم. الجزائر بلد الثروات، وتملك كذلك ثروات كثيرة أبرزها الغاز باحتياطي يتجاوز 4 تريليونات متر مكعب، إضافة إلى النفط بأكثر من 12 مليار برميل. قدرت مصادر برلمانية جزائرية مداخل البلاد النفطية منذ استقلالها بأكثر من تريليون دولار. ويؤكد أن الجزائر أصبحت دولة غنية، فهي الأولى عربيا وال11 عالميا من حيث الاحتياطيات التي بلغت 200 مليار دولار. بوتفليقة السارق بطبعه. تصريح علي كافي رحمه الله قال هذا لص سرق 23 مليون دولار في الستينات والسبعينات. بعد أن أصبح رئيسا، لا أقصد مالكا على الجزائر، بدد الأموال الطائلة وترك الشعب الجزائري يعيش الفقر والتهميش، وقضى على حقه في بلد متقدم وقوي، وقضى على أحلام ومستقبل الشعب الجزائري الذي قدم 1,000,000 شهيد لتحرير بلده من المستعمر. أنفق بوتفليقة ملك جمهورية الجزائر أكثر من 600 مليار دولار، بددها فقط على البنية التحتية العادية جدا منذ اعتلائه عرش الجزائر. كذلك قيمة ما أنفق خلال آخر 15 سنة بلغ 688 مليار دولار. 600 مليار دولار ما يساوي تقريبا رأس مال صندوق النقد الدولي. يقول الخبراء أن 600 مليار دولار كافية لبناء دولة بكاملها، بينما يقول الخبراء أن 600 مليار دولار كافية لبناء دولة بأكملها. بل يمكن أن تشتري بيت فاخر لكل مواطن جزائري بأفخر الأحياء بالخارج. لكن العسكر والعصابة الحاكمة في الجزائر تنهب أموال الشعب ليل نهار وبالعلن. لكي تفهم أين ذهبت أكثر من 600 مليار دولار، لك هذا المثال. طريق سريع كلف الدولة أكثر من 18 مليار دولار، رغم أن المختصين العالميين الذين يشيدون جسور فوق البحار وبين الجبال أكدوا أن تلك الطريق يستحيل أن تتجاوز تكلفتها أكثر من 8 مليار دولار. هذا طريق واحد فقط ومشروع واحد وصلت الأموال المختلسة فيه إلى أكثر من 10 ملايير دولار، وهذا مبلغ ضخم يوازي ميزانيات دول بأكملها. هذا مشروع واحد، وقس على هذا كم من مشروع كبير وصغير وغيره، بالإضافة إلى الأموال المختلسة بطرق مباشرة والمهربة، كما ظهر من خلال تسريبات ويكيليكس ووثائق بنما. أوردت وثائق تخص مراسلات للدبلوماسية الأمريكية في الجزائر نشرها موقع ويكيليكس أن الفساد بلغ أبعادا وصفها بالأسطورية في صفوف الجيش الجزائري، وأن الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان القوات المسلحة الجزائرية ربما يكون أكثر المسؤولين فسادا في الجهاز العسكري. فساد أسطوري، ركز في المصطلحات. مئات الملايير سرقت من طرف عصابة تحكم، فساد ليس له مثيل في كل العالم، فساد ضخم مهول. مؤشرات هشاشة الوضع الاقتصادي بارزة في البلاد التي تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية. الفساد واحد من أهم التحديات التي تواجه الجزائر، فقد بلغ مجموع الأموال المختلسة التي رفعت لأجلها قضايا في محاكم الجزائرية بنحو 50 مليار دولار خلال العقد الأخير. لكنها دولة غنية وشعب فقير، وفقا لرأي آخر يستشهد بمعطيات اقتصادية وأخرى اجتماعية. فحسب صندوق النقد الدولي يعاني 20% من الجزائريين من البطالة، وتبلغ نسبة الفقر 30% في البلاد، إضافة إلى استفحال الفساد. فوفقا لمنظمة النزاهة الدولية خسرت البلاد 30 مليار دولار بين عامي 2000 و2010، منها 13 مليار دولار تم تهريبها إلى الخارج. كما أن اقتصاد الجزائر ما زال رهينا لقطاع المحروقات بنسبة 98%، ورغم الإمكانات الزراعية فالجزائر هي ثالث أكبر مستورد للقمح في العالم. عصابة تحكم الجزائر. بوتفليقة لا يحكم، بل مجرد واجهة لعصابة الخونة أبناء فرنسا الذين حاولوا تركيع الجزائر بدعم فرنسي لكي تبقى تابعة للمستعمر. أخطر من ذلك الأسوأ أن الذين قاموا بانقلاب 92 كانوا ضباط وصف ضباط عند فرنسا من أجل أن تبقى الجزائر فرنسية.
شوف في 92 عندما وقع الانقلاب صرح ميتيران تصريح انتقد فيه الانقلاب علنا، رئيس فرنسي وقد مقبور الآن يعني مات. لكن طلعت في مذكرات رئيس المخابرات آنذاك قال ذهبنا لميتيران نسأله ماذا نفعل بعد أن فازت الجبهة الإسلامية في الجزائر، يعني بعد هذا الخطر الأخضر داهم في الجزائر، والجزائر بالنسبة إليهم طبعا هي أموال وكنوز وبترول وثقافة ولغة. فقال أعينوا الجنات على الانقلاب، ساعدوهم على الانقلاب. هذا من هو أعلن في الظاهر أنه يعترض على الانقلاب ويريد شيء قريب. وبعد الانقلاب على أول انتخابات نزيهة حرة ديمقراطية في الجزائر سنة 1992، وتسبب الانقلابيين بحرب أهلية في الجزائر بعد ذلك دامت سنين عديدة سميت بالعشرية السوداء. هؤلاء الانقلابيين أبناء فرنسا وعملائها المطيعين بعدما نجحوا وقاموا بما ذكرناه جاءوا ببوتفليقة بانتخابات مزورة ليلعب دور الواجهة المدني شريك العسكر، لكي لا يظهر الجنرالات أبناء فرنسا ويحكموا ويسرقوا ويخربوا في الخفاء، وأن يقولوا للعالم أن الجزائر لا يحكمها العسكر بل يحكمها رئيس مدني. بوتفليقة الذي لم يشارك في الثورة ضد المحتل الفرنسي بشهادة كثيرين، والذي سرق في الستينات ملايين الدولارات بشهادة كثيرين. تصريح علي كافي رحمه الله توفى وقد كان رئيس مجلس الدولة، يعني كان رئيس عندما وقع الانقلاب، جاءوا وضعوه رئيس بعد مقتل بوضياف الذي قتلوه. قال أن بوتفليقة لم يشارك في الجهاد في القتال ضد الفرنسيين، لم يشارك. وقال هذا لص. شهادة أخرى طلعت من عند واحد يسمى أحمد بن الشريف، قال بوتفليقة لم يقضي إلا أسبوع في الجزائر أيام الثورة. هذا اللي يتكلموا المجاهد والجهاد، وأنت دائما تسمع هي أساطير وأصبحت قناعات أو مسلمات. قال هذه شهادة من عنده، قال لم يقضي إلا أسبوع ولم يطلق رصاصة واحدة. وتبين أن من يتخذ القرارات هي عصابة الجنرالات أبناء فرنسا، وتأكد ذلك عندما لاحظ الناس أن الرئيس العاجز عن قول كلمتين والعاجز ذهنيا وجسديا ويمكن القول أنه ميت سريريا، يقول عنه التلفزيون الرسمي الجزائري أنه قرر تعديل الدستور وقرر. كيف؟ تدري أن هذا الرئيس الذي لا يستطيع أن يتكلم 4 كلمات، وأنا تحديتهم أكثر من مرة، قلت يطلع فقط للتلفزيون ويقول السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير، مساء الخير، لا يستطيع أن يقول هذه الكلمة. هل تعرف ما يفعل أيضا؟ يعلن حالة الطوارئ، يعلن حالة الاستثناء. ماذا أيضا؟ يعلن حالة الحرب. شخص لا يستطيع أن يلبس حذاءه يعلن حالة الحرب. هل هذا منطق؟ هل نحن نعيش في عالم منطقي؟ هل تعتقد أن شخص يتكلم من خلال آلة ويسمع من خلال آلة ولم يخاطب شعبه منذ 8 ماي 2012 لأنه لا يستطيع أن يتحدث، هل تعتقد أن يقوم بكل هذه الأسلحة؟ كما شاهدنا مؤخرا، فنزويلا التي تعتمد على البترول مثل الجزائر أفلست تماما، والجزائر إن لم يقرر شعبها ونخبها التحرك لإنقاذ البلد قبل فوات الأوان ستنهار الجزائر. هذا الكلام يقوله مختصون وخبراء الاقتصاد، يجب تدارك الأمر رغم أن البلد تحكمه عصابة تحاول النجاة. لقد استطاعوا تفادي رياح الربيع العربي العاتية، فمظاهرات الربيع والتغيير مرت على كل الدول العربية. أما الجزائر فقد أخرج النظام قوات القمع، والتي كان يفوق عددها عدد المشاركين في المظاهرات أصلا. تخيل. هذا لا يعني أن باقي الأنظمة في المنطقة المغاربية أفضل من عصابة الجزائر، بل هي نفس الأنظمة الخبيثة التي تتخذ من الشعب والجار عدوا لها، وتتخذ من نشر الفرقة والجهل والكراهية والتخلف وسائل لها لاغتصاب تلك الشعوب. أنظمة اتخذت من السرقة وتفقير الشعوب شعارا لها. لكن النظام الجزائري وبالأرقام هو صاحب المرتبة الأولى ويحتل الصدارة بجدارة كأكثر أنظمة المغرب العربي تخلفا وفسادا وإجراما في حق شعبها. شعب المليون شهيد لا يستحق نظاما مماثلا سرق مستقبلهم وتركهم يعيشون الفقر والتهميش والتخلف. شباب الجزائر لا يستحقون رئيسا يقال عنه أنه يحكم من غرفة الإنعاش. كان بإمكان الجزائر أن تكون اليوم من أرقى وأقوى وأغنى الدول بالعالم. الجزائريون يستحقون بلد أفضل من الذي يعيشون به اليوم.
بطون الجزائريات أنجبت المفكرين والعباقرة والأحرار والشرفاء والمناضلين، وهم من يجب أن يقودوا بلدهم ويوزعوا ثروة بلدهم على شعبهم بشكل عادل. فتلك هي طريق المجد وصناعة دولة عظمى غير تابعة لمن قتل بالأمس مليون إنسان من خيرة أبنائها. ما تنساش تضغط على زر الجرس اللي قدام زر الاشتراك إلا بغيتي تشوف شي حلقة أخرى.